أنا أدي لكم القصة الحقيقية. صدام حسين أجرى اتصال لعلي عبد الله صالح وقال له أنا برسل لك بنتي طيران خاص حافظوا عليها. علي يوم وصلت البنت إلى مطار صنعاء الكاميرات شغالة واستقبلها عميد. أول ما قال له الرئيس علي عبد الله صالح استلموا الرسالة منها. أول ما نزلت من الطائرة في بنت صحفية ألقت معها مقابلة وقالت لها أهلا وسهلا فيش إلى بلدش الثاني. دخل مع العميد النصر الأنسي استلم منها الرسالة أخذوا البنت على السيارات ودوها إلى الرئاسة عند علي عبد الله صالح. يوم وصلوا وسلموا الرسالة لعلي عبد الله صالح تصوير كامل من الطائرة في مطار صنعاء. لما دخلت عند علي عبد الله صالح استلم الرسالة وحولها بالفلة، أعطاها فلة سكن وحراسة خاصة، يعني بحقها بأملاكها بكل شيء. سيارات اشترت السيارات من اليمن واشترت كل شيء من اليمن، وقع لها 2 سيارات من علي عبد الله صالح، يعني مصورت بالفيديو وكل شيء وكل يعني أثبت لكم بدليل كامل. فلكن أنا رسالتي للذي قالوا هذه بنت الزبيري وطلعوا في التواصل الاجتماعي نساء ورجال وشباب وحالفوا إن هذه بنت الزبيري وإن هذا درست في مدرسة الله وهذا تعلمت مدري إيش وهذا، يعني حتى الأسئلة ما كانوا يعرفوا يجاوبوا. ما هو أبوها ما هو داري كم عمرها. يعني شوفوا الغباء، شوفوا الغباء لين. ولكن أقسم بالله الله يرحم الرئيس عبد الرب منصور، يعني كل شيء عنده. الآن الفيديو أي ينتشر. فأنا رسالتي إلى حكومة صنعاء، لا تبعسسوا ولا تبدوا إني بنت الزبيري ولا تقولوا كذا ولا كذا ولا كذا. الفيديو يوضح كل شيء، الفيديو ينتشر، وأقسم بالله ينتشر، وأقسم بالله إني شفته بعيني. خلاص.